كيكة صحية حبوباتي لأصحاب الرجيم واللي مرض السكر ومقاومة الأنسولين. درتلكم كيكة صحية جد جد صحية 100% وكتير لذيذة. صح ماشي حلوة بزاف ولكن كتير لذيذة بمكونات جد سهلة وبسيطة. شوفوا نقطع لكم قطعة بسم الله وتشوفوا القوام تاعها الداخل. تبعوا فقط الخطوات. دوك ندير لكم الفيديو بسم الله يا ربي. شوفوا القوام ديالها من الداخل، شوفوا كذلك القوام تاعها من الفوق. هايليك ما شاء الله ما تفرقوش بين الكيكات الاخرى. انا حندق معكم قليل نعطيكم لا غير بنينه. هي صح ماشي حلوه بزاف كما باقي الكيكات ولكن بزاف لذيذه. تبعوا الطريقه معايا وروحوا معايا المطبخ ريم وريم هكا تشوفوا كامل الوصفه من بدايه لاخرتها. السلام عليكم حبوباتي دائما مطبخ ريم وريم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله بالصحه جيده وعافيه ان شاء الله. كما عودتكم دائما بالوصفات الجديده المتنوعه والبسيطه. اليوم جبت لكم كيكه صحيه 100%. يعني كثير المتتبعين تاعي طلبوا مني قالوا لي اختي ريم علاش ما ديناش كيكات صحيه للناس اللي مرض السكر او اللي عندهم مقاومه الانسولين او اللي دايرين الريجيم. قلت لما لا نحاول مره على مره ندير هكا وصفات طبيعيه وصحيه. ولا غير درست على هذا الموضوع بزاف. دخلت جوجل يعني شفت هكذا بعض المكونات وقريت عليهم مليح مليح. قلت هكا باش كي ندير لكم وصفه تكون صحيه 100%. وكذلك جربتها انا كذلك على نفسي قبل ما نديرها لكم. هذه كيكه صحيه 100% يعني ما تخافوش منها. ما دير ولا مخلفات حتى اللي عندهم امراض السكر. تبع فقط المقادير. اللي عندي 6 حبات بيض. حنزيد نضيف لهم قليل من الفانيلا. تحبوا فانيلا بودره ولا تحبوا فانيلا سائله كيما حبيتوا نتوما. انا هنا نبدا نخلطهم مليح جيدا ونعاودوا نرجعوا مع بعض. نحاولوا نخلطوا البيض تاعنا هكا باش ندخل له داك الهواء. وانا في عوض ندير السكر كما قلت غير مفيد للصحه. تقدروا ديروا عسل الحر او دبس الرمان كذلك دبس التمر عفوا. انا شفت دبس التمر وعسل الحر كذلك امراض السكر ما يقدروش ياكلوا باسكو فيه نسبه تاع السكر بزاف. انا عوضته بالتمر. التمر كثير صحي ومفيد يعني ما تخافوش منه. بعد ما نقعته بالماء سخون باش يرطب ليه هذاك التمر. هنا عندي حوالي 7 حبات. شوفوا انا نديرهم هنا وراح نخلطهم بالميكسور. ميكسور تاع البغا حتى نحي كامل هذاك التمر ديالي مع البيض عفوا سمحوا لي مع البيض ونعاودوا نرجعوا مع بعض. فوالا بعد ما خلطت كامل هذاك البيض تاعو والتمر حتى ريحته كيما هذا تشوفوه حتى اللون تاعو راهو تبدل. هنا واش حنضيف كاس حليب خالي من الدسم. انا واش نستعمل هذا الحليب سيلوات يعني خالي من الدسم. وهذا كذلك مليح لاصحاب الرجيم تحبوا ديروا. يعني كما قلت لكم جبت لكم كيكه صحيه 100%. هنا حنضيف كاس حليب. وعندي كذلك 3 علب ياغورت الطبيعي. كاين الدول العربيه يقولوا له الزبادي. هذا كذلك طبيعي ياغورت بدون نكهه. ما كاش اللي ما يعرفش هذا الياغورت. كذلك حنضيف 3 علب. هذه العلبه الاولى. زيد نضيف العلبه الثانيه بسم الله. هاد الكيكه ولا غير جربتها انا بدات عجبتني قلت لما لا انا كذلك نحاول نزيد مره ندير هكذا حلويات صحيه نبعدوا شويه على داك الحلويات اللي فيهم بزاف السكر على صحتنا. لما لا انا كذلك نستفيد من هاد الكيكات مره على مره ندير هاد الكيكات صحيه واكلات صحيه كذلك ان شاء الله معاكم. هذه العلبه الثالثه. بسم الله. نخلط كامل هاد المكونات مع بعض. فوالا هكذا بسم الله. نخلط كامل المكونات مع بعض. شوفوا بعد ما نخلط كامل هاد المكونات انا حنزيد نضيف حبوباتي اللي ماشي عنده مرض السكر. اللي ماشي مريض السكر فقط يحب يدير الريجيم يقدر يدير عسل الحر او يدير دبس التمر. انا اليوم حبيت ندير لكم الصحيه 100%.
هنا كذلك عندي شوفوا يديروا نسكافي شويه او قليل من القهوه. انا ما عنديش نسكافي، نسيت ما شريتش، درت شويه قهوه هكا باش تعطينا واحد النكهه كذلك في الحلوه ديالي هنا. وحنزيد نضيف هنا عندي 2 ملاعق كبار كاكاو المر ماشي اللي فيه السكر. هنا كنت غربلتهم طبعا جيدا. لازم تغربلوا النواشف، دائما يكون عندكم طحين او نواشف هكذا لازم تغربلوها. انا ندخل الكاكاو تاعي هكا تدريجيا نغرب العقل. انا من العنصر الاساسي اللي هو الشوفان هنا انا كنت رحيته. انا شوفوا نشريه حب جاهز بصح نرحيه نطحنوه في الدار. دوك نوري لكم ما كاش اللي ما يعرف الشوفان هاوليك شوفوا. ولا غير على جالكم يعني شيت كامل المكونات هكذا باش نخدم معاكم هاد الكيكات. ونعود انا كذلك باذن الله ان شاء الله نعود على مره نصنعها ليا ونصنعها للبيت اللي مالا. كنت رحيتهم بالروبو حتى تحصلوا على طاحين تاع الشوفان هكا غبره. انا نحب نطحنوا في البيت احسن يعني باش نضمن باللي حتى حاجه ما فيها زياده حتى المكونات. هنا حنضيف 2 كيسان تاع الشوفان. هذا كاس الاول، دوك نزيد نخلط جيدا ونزيد الكاس الثاني وهذا الكاس الثاني. وطبعا اكيد كنت تقولوا لي ريم ما درتيناش الخامه تاع الحلويات كيفاش راح تخمر لي هذه الحلوه. انا ما نديرش الخامه الحلويات، راح نضيف قليل من بيكربونات غير شويه راح تخليه يتفاعل لي. وماشي لازم الكيكه هذه تنفخ لي كيما الكيكات اللي متعوده ندير لهم خامات الحلويات. انا كيما قلت لكم راح نديرها لكم صحيه 100%. يعني جميع اللي عندهم امراض المزمنه راح يقدروا ياكلوا هاد الكيكه وعينيهم مغمضين. وطبعا ماشي لازم تاكل كامل كي صحيه تاكل كامل كيكه مره على وحده كامل في النهار، لا كاينه طريقه. نحن نعطيكم واحد الطريقه جد صحيه كما قلت لكم حتى شفت عليها ودرست قريت عليها ودرت عليها بحث باش حنقول لكم هاد الطريقه كيفاش تاكلوا هاد الكيكه الصحيه. هنا حنضيف لكم قليل من الملعقه تاع بيكربونات بسم الله. وكذلك في الاخير هذه يعني زياده فقط شويه مكسرات جوز واللوز ماشي مملحين طبعا. جوز واللوز كذلك كما تعرفوا بزاف مفيدين اصحاب الريجيم. هكذا كنكهه باش نزيدوا نضمنوا باللي الحلوه تاعنا صحيه كذلك 100%. قليل فقط ولا ما عندكش ماشي لازم تعملها. شوفوا انا خلطت كامل المكونات نحطها في الفرن الطيب. عندي مول اي مول اللي عندكم. انا اليوم حنغير هذيك درتها مربعه حنغيرها حنديرها في هذا المول. دهنته قليل من الزيت الزيتون قليل برك شويه ما تخافوش الريحه مش حتخرج. درت لهم شويه هكا تاع الطحين تاع الشوفان. راح نفرغ الخليط ديالي هنايا فوالا. هاوليك الخليط ديالي بعد ما فرغته كامل في هذا المول تاع الفرن تاعي راهو ساخن. ندوك نحطو يطيب لي على حساب كل وحده بدرجه تاع الفرن تاعها. يطيب لي مليح يتماسك جيدا. ندخل الكوردون داخل او السكين. الا شتا داك السكين تاعي ناشف نعرف بلي الكيكه تاعي راهي طابت لي. من جهه حنوجدوا الكاناش الصحي مع بعض. الكراج صحي حبوبتي هنا واش نسحقوا الشوكولا. ماشي لازم تشرو امباسادور هاديه يعني ماشي ندير بوبليسيتي. هذه فيها 70% كاكاو. كاين 70 كاين ضمن 65. انا هذه هي الاعلى اللي شفتها في الاسواق تباع 70% يعني ما لقيتش اعلى منها في الكاكاو. يعني ناقصه السكر. وكذلك انا شفت حتى الجدول ديالها يعني درت تحريات على الجدول تاعها اسكو صحيه لامراض السكر وامراض مقاومه الانسولين واصحاب الريجيم. يعني قالك صح يعني تقدري تستعمليها ولكن كذلك ما تكثروش منها. يعني مربع فقط يعني فقط القليل. انا حندير بها غاناش فقط من فوق ناخذ غير شويه. ديجا انا استعملتها قلت لكم جربت الكيكه هذه قبل ما نديرها لكم. جربتها قبل للعائله تاعي يعني لخواتاتي وليا انا عجبتني. قلت لا غير مادام طلبوني الاصدقاء لا غنعود ندير لهم مره على مره هاد الوصفات. شوفوا انا حندير غير قطعه صغيره فقط. هاديه هكا تكفيني. هذه فقط دوك تطيب الكيكه تاعي طبعا ونديرها على فوق باماري على حمام مريم الدوبلي. ومن بعد ان شاء الله حنزيد لها اضافات. فقط بقاو معايا ونقول لكم كيفاش تاكلوا هذه الكيكه وتكون صحيه 100%. يعني وما تخافوش يعني الوقت اللي تاكلوا هذه الكيكه. شوفوا الكيكه تاعي ما شاء الله. شوفوا كيفاش طلعت
هاي خرجتها مازالها سخونه. دوك نحاول نخليها تبرد شويه ونديمو ليها ونعاود نرجعوا مع بعض باش نبريباريو الكلاصاج. نجدو الكلاصاج تاعنا بعد ما درت الشوكولا تاعي في حمام مريم. واش حنضيف لها؟ حنضيف لها قليل من الحليب كما قلت لكم، دائما حليب منزوع الدسم. بسم الله. انا هكذا غير شويه فقط نخلط كاع هاد المكون هكذا مع بعض. نزيد شويه هكذا نحاول نحصلوا على شوكولا الغاناش صحي يعني، وكذلك نشبحوا الكيكه تاعنا. راح نزيد نضيف لها كذلك قليل من الياغورت الطبيعي ان شاء الله، فقط تكون صوره راهي واضحه. سمحوا لي نزيد قليل من الياغورت الطبيعي هذيك. هكذا نكونوا رانا حصلنا على غاناش صحي ونزينوا به الكيكه تاعنا. ها لاحظوا شوف ما شاء الله. كما قلت لكم هاد الكيكه وقتاش نقدروا ناكلوا الكيكه تاعنا مالغريتو صحيه، من اون ابيس با يعني ما ناكلوهاش كامل بيان سور. الطريقه الصحيه المليحه شتو كي تتغداو يعني مثلا درتو سناك تاعكم تاع الصباح ماء سخون مع الليمون، وبعدين ديروا سناك تاعكم حبه تفاحه. كي يلحق وقت الغداء دائما كلوا غداء صحي. كي تكملوا الغداء تاعكم يعني كلوا هاد الكيكه تاعكم قطعه تاع الكيكه هكذا باش تضمنوا بلي درتوا اكل صحي. يعني ماشي تاكلوا هاد الكيكه كوجبه في الصباح او كيما نقولوا حنا العشيه، كيما نقولوا حنا قهوه تاع العصر. حاولوا تنحوا هذيك الطبيعه. هكذا كنتوا اكو كليتوا كيكه صحيه وكذلك اكو درتوا ريجيم وما حرمتوش نفسكم من هاد الاشياء صحيه. ماشي كيكه حلوه كيما مثل ما متعودين نعملوا كيكه فيها السكر والحلويات والكريمات تيتو. هي صح هذوك الكيكات بزاف الداد وبنان ما كاش اللي ما يحبهمش، مي بصح يعني كي نجيو نشوفوا من جهه الصحه والله ما صحيين، يعني حقيقه والله ما صحيين. انا كي طلبتوا مني ندير لكم هاد الكيكه ودخلت وقريت وحوست درت ابحاث كامل صح، يعني كنت نشوف روحنا كنا ناكلو فقط بعينينا كديكور فقط، ولكن صحيا ما كنا ندو ولا فائده، صفر فائده. هذه على الاقل صحيه وما تخافوش منها، ماشي حتسمن. كذلك واحد يكون مريض ماشي حيتحرم منها، راح ياكل. هاي ليك شوفوا فقط تزيين بسيط جدا. تحبوا تخلوها كيما راهي كيما تحبوا ديروا، تشبحوا من فوق بالمكسرات كيما العاده. انا قلت لكم شويه جوز شويه لوز. هاي الكيكه تاعي انا نخليها حتى كي تبرد ان شاء الله نوريها لكم في الصحن التقديم في البدايه ان شاء الله، بدايه الفيديو. مع السلامه نقول لكم شهيتكم في الجنه. ما تنسوش الاشتراك واللايك يصلكم كل جديد مطبخ ريم وريم. تحوسوا حاجات اكلات او حلويات صحيه للرجيم او للامراض، راني هنا نلبي رغبتكم. نقول لكم مع السلامه، ربي يفارقنا بلا ذنوب.